ملخص فيلم صنع في مصر. الفيلم بيبدأ مع علاء واللي بيقوم بدوره أحمد حلمي، شاب مستهتر وفاشل مش مهتم بأي حاجة في حياته وعايش بلا هدف. هو ابن صاحب محل لعب أطفال كبير، بس مش بيحاول يطور نفسه ولا يبقى شخص ناجح. كل اللي بيعمله إنه بيضيع وقته مع صحابه ودايما في حالة لا مبالاة. أخته الصغيرة بوبي بتحبه جدا، لكنها متضايقة من طريقته في الحياة لأنه دايما بيخيب أملها وما يهتمش بيها. في يوم عيد ميلادها بتطلب أمنية وهي ماسكة دبدوب سحري، إنها تتمنى إن أخوها يبقى حد تاني علشان يغير حياته ويبقى شخص أفضل. وهنا بتحصل المفاجأة، علاء بيصحى يلاقي نفسه متحول لدب محشي. في الأول مش مستوعب ايه اللي حصل، لكنه يكتشف إنه بقى محبوس في جسم الدبدوب، وصوته بيتسمع لما يتكلم لكنه مش قادر يتحرك زي البشر. في نفس الوقت الدبدوب الأصلي اللي كان في الدبوبي اتحول لعلاء الحقيقي، وده اللي خلى كل حاجة تتلخبط. المواقف الكوميدية تبدأ هنا. علاء وهو في جسم الدبدوب بيحاول يتواصل مع الناس، لكن طبعا محدش مصدق إن هو، وبيتعرض لمواقف غريبة زي لما حد يرميه أو يحطه في الشنطة، أو لما بوبي تبدأ تتعامل معاه كأنه لعبة حقيقية وهي مش عارفة إنه أخوها بجد. في نفس الوقت علاء اللي بقى دب بيبدأ يشوف حياته بشكل مختلف، وبيفهم قد إيه كان مستهتر ومقصر في حق نفسه وحق عيلته. بيبدأ يشوف العالم من منظور تاني، ويدرك أهمية المسؤولية والعمل بجد علشان يبقى إنسان ناجح. طبعا خلال الرحلة دي بيحاول يلاقي طريقة يرجع لحالته الطبيعية، لكن كل المحاولات بتبوء بالفشل لحد ما بوبي تبدأ تفهم إن في حاجة غلط وإن الدبدوب ده مش مجرد لعبة، وبتحاول تساعده. النهاية والرسالة بعد سلسلة من الأحداث الكوميديا والدرامية، بيحصل موقف مفاجئ بيخلي علاء يستعيد جسمه الحقيقي، لكنه بيرجع شخص مختلف تماما. بيبقى إنسان مسؤول بيحب شغله وبيحاول يحقق نجاح حقيقي بدل ما يعيش عالة على غيره. الفيلم بينتهي برسالة جميلة عن أهمية التغيير، وإن الفرص بتيجي مرة واحدة ولازم نستغلها بدل ما نفضل عايشين في نفس الدائرة المملة. رأيي الشخصي الفيلم ممتع جدا، مليان ضحك ومواقف غير متوقعة، وأحمد حلمي كعادته قدر يقدم فكرة جديدة ومختلفة عن المعتاد. فيها لمسة فردية بس بشكل مصري خفيف وقريب للقلب. الكوميديا مش مجرد هزار، لكن وراها معنى ورسالة حقيقية، وده اللي بيخلي الفيلم مميز. لو بتحب أفلام أحمد حلمي أكيد هتحب صنع في مصر، لأنه مش مجرد فيلم كوميدي لكنه كمان بيخليك تفكر في حياتك بشكل مختلف. اعمل لايك واشترك في القناة عشان نحلل الفيلم بشكل أكبر.